الله الرحمن الرحيم. روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. نعم، جعل الله سبحانه وتعالى المال رزقا لعباده، به تقوم حياتهم وشؤونهم، إلا أن فيه أيضا بلاء واختبارا من الله عز وجل لعباده بعد أن بين لهم واجباتهم في المال. وفي هذا الحديث اللي ذكرت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. إذن شكون هم هاد الأخسرون؟ يعني هادو اللي غيكون عندهم المال كثير وما داوش به اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استثناء من هادو اللي خسروا هم الذين ينفقونه في ويخرجون حقه الشرعي. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الجهات الأربع، يعني أشار إلى أمامه وخلفه، وأشار إلى يمينه وشماله كما في رواية في الصحيحين، وهي إشارة إلى تعدد وجوه البر والنفقة التي يجب أن ينفق فيها أصحاب الأموال الكثيرة. إذن في هذا الحديث يعني اللي عنده المال كثير فهو من الأخسرين، إلا لكن تنفق هذا المال ديالو على عدة أنواع من وجوه الإنفاق. وفيه حث على أن يتصدق الغني في وجوه الخير المتعددة، وعدم الاقتصار على نوع واحد من وجوه البر. فاللهم اجعلنا في كل خير يد، يعني في كل أبواب الخير يحاول الواحد يدير يده ويحاول ينفق في ماله باش ييسر هذه الأعمال في الخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.